هل تم تأسيس النادي الأهلي على فكرة مقاومة الاحتلال وهو أول نادي مصري 100% في تاريخ مصر؟ تابع معايا الحلقة، اشترك في القناة علشان تشوف فيديوهاتنا في المستقبل. في حلقة الأستاذة ريهام عياد بعنوان هل النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي؟ بصراحة العنوان شدني وحبيت أتفرج على الحلقة، ولكن الحلقة اللي مدتها 20 دقيقة 17 دقيقة منهم أستاذة ريهام استعرضت تاريخ إنشاء النادي الأهلي. تأسيس كانت ما بين عمر لطفي، والمعلومة إن عمر لطفي من أصول مغربية، والزعيم الوطني مصطفى كامل. لما ترجع تدقق في التاريخ هتلاقي ان الزعيم مصطفى كامل ما شاركش في اول اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، ولا شارك في التاسيس، ولا في اي وثيقه تاريخيه بتثبت المعلومه دي. كمان الزعيم مصطفى كامل توفى سنه 1908 بعد اقل من سنه على تاسيس النادي الاهلي. استاذه ريهام ذكرت ان دور ميشيل انس كان علشان بس الدعم المالي، ودي حقيقه ان ميشيل انس كان مستشار وزير الماليه، لان في الوقت ده كان وزير الماليه لازم يكون مصري، ولكن في مساعد ليه من الاحتلال في الوقت دوت، وهو بالمعنى الاصح هو كان يعتبر وزير الماليه. ولكن المعلومه الادق ان ميشيل انس كان هو اول رئيس للنادي الاهلي. في معلومه برضو خاطئه عند اغلب الاهلاويه ان مشاركه ميشيل انس كانت علشان بس ان لازم يكون في حد من الاجانب مشارك في تاسيس نادي الاهلي، وبيقولوا كمان ان طبعا ان واحد بس في مجلس الاداره، مش زي ان نادي الزمالك تم تاسيسه بالكامل على ايد اجانب. ولكن المعلومه الصح ان في انديه كتيره تم تاسيسها بايد مصريه 100% وما شاركش فيها اي اجانب، بعكس النادي الاهلي اللي كان اول رئيس ليه وهو راجل محتل. النادي الاسماعيلي تم تاسيسه على ايد جماهيره وعلى ايد ابناء المحافظه. النادي المصري اللي اتاسس سنه 1920 بعد ثوره 19 اتاسس 100% بايد مصريه. النادي الاولمبي اللي اتاسس قبل النادي الاهلي بسنتين برضه متاسس بايد مصريه في 100%، ونادي الاتحاد كذلك. فتقريبا هتقدر تقول ان تاريخيا مفيش ولا نادي تم تاسيسه على ايد الاجانب غير الزمالك والنادي الاهلي بمشاركه الاجانب. كمان ما ذكرتش ادريس راغب، راجل الماسوني الاول في تاريخ مصر. برضو احنا عايز اقول رايي في الموضوع ده، انا استعرضت التاريخ على قد ما اقدر ودي المعلومات اللي انا قدرت اوصل لها، ولكن هقول رايي. صحيح الانديه دي اتعملت بس علشان تمارس الرياضه، مش علشان تقاوم الاحتلال. وقبل ما تقول لي ان النادي الاهلي خرج منه مظاهرات سنه 1919، يعني بعد 12 سنه من تاسيسه وبعد رحيل عمر لطفي اللي هو مؤسس الفكره، كمان مفيش اي وثيقه تاريخيه بتقول ان تم مشاركه مجلس اداره النادي او حتى حد من اعضائه في المظاهرات دي، او حتى ان المظاهرات اللي خرجت كان بتحريض منه، وان المظاهرات اللي خرجت سنه 1919 كانت خارجه من كل مصر، لان في الوقت ده كانت ثوره 1919 من اسكندريه لاسوان، المصريين كلهم في الشارع وكانوا بيطالبوا بجلاء الاحتلال الانجليزي. النادي الاهلي من رايي هو اعظم نادي في تاريخ مصر ان لم يكن الاعظم في افريقيا، ولكن فكره بس ان هو نادي تاسس علشان مقاومه الاحتلال انا شايف انها فكره مغلوطه، وانت كمان تقدر تقول لي في الكومنتات رايك. السلام عليكم.